وانت فاهم اللي بيجرى حوالينا. انا كان معايا يوسف الحسيني من شويه وقال لي خلاص كده الموضوع خلص. انا عايز منك كلمه راجل صعيدي ان كده الموضوع خلص. عمرو انا قلت على فكره من شويه وانا قبل ما اطلع الفاصل ده، قلت انا بالنسبه لي الموضوع ده اتقفل، لان انا كمان عندي اهم البلد، انا بشتغل لصالح البلد كلنا هو ده هدفنا بس كده. فانا يعني انا بحييك طبعا، بشكرك وعلى فكره احنا يعني وانت عارف علاقتي بكل الزملاء، ويعني الحمد لله يعني، وانا بحييك يا عمرو وبشكر خالد. طب احمد معلش بعد اذنك، ليه عندك طلب تاني؟ هل ممكن نبص لبكره وما نتكلمش في اللي فات؟ الكلام في اللي فات على فكره يا خالد انا باصص لبكره، وبص انا مش عايز يعني، لان انا بس دلوقتي في الفاصل كمان طالع هوا على طول، فانا دايما بتكلم على بكره وبتكلم على مصر. احنا قدامنا عدو واحد يا احمد، العدو ده عايز يموتك انت ويوسف. هو ده العدو ده هو اللي لازم يموت، مش لازم نموت بعض. كلنا على فكره احمد عايز يموتنا كلنا. اللي ضرب يوسف في نيويورك هو اللي ضرب في باريس بالظبط كده. عشان كده انت وهو لازم تبقوا واقفين قدام العيال الصيع اللي ضربوكوا دول، واحنا واقفين يا عمرو قدام دول، واحنا كلنا وانت وانا وخالد وكل الزملاء الافاضل المحترمين والشردي. ممكن خليك معايا يا احمد، خليك معايا دقيقه واحده. طلع هوا دقيقه واحده يا احمد بس، معايا يوسف الحسيني. يوسف الحسيني عشان الكلام يبقى قدام بعض. يا يوسف خلاص انا خلاص اشكرك يا عمرو. احمد معانا اهو وقرر خلاص ان الموضوع خلص. لا انا خلص الموضوع، انا بشكرك يا عمرو، وتحياتي ليوسف وتحياتي لخالد. تحياتنا ليك يا استاذ احمد. تمام كده خلاص، تمام خلاص جميل. اشكركم، السلام عليكم. هم دول المصريين. شكرا يا يوسف، كمان شكرا ان انت استجبت لكل الكلام اللي احنا قلناه.